يا مساء الجمال والدلع. هنعمل النهاردة مع بعض وجبة الفرايد تشيكن اللي بناكلها في المطاعم بأقل التكاليف وبنظافة، وكمان هتطلع معانا مقرمشة زي ما بناكلها في المطاعم. وهقولك على كل التكات اللي تخلي معاكي الفراخ ما تطلعش فيها أي ريحة زفارة، وكمان مستوية من جوه، والتتبيلة بتاعتنا في منتهى الجمال. يلا نشوف المكونات والطريقة بتاعتنا. أول حاجة هنتكلم عليها وهي الفراخ يفضل ان تكون حجمها صغير. انا هنا مستخدمة اوراق بس، طبعا انتي ممكن تستخدمي اوراق او تستخدمي فرخة كاملة، ولكن لو هتستخدمي فرخة كاملة راعي ان يكون حجمها صغير، يعني ما تكونش اكتر من كيلو علشان هتفرق جدا في التسوية بتاعتك. بدأت أقسم الوراك بتاعتي بالشكل ده وأفصل الوركة عن الدبوسة بالشكل ده كده. بعد كده نيجي بقى للتتبيلة اللي هنحط فيها الفراخ. هجيب طبق غويط فيه مية ساقعة وهنزل عليه كمان مكعبات من التلج. هجهز التوابل بتاعتي وهستخدم معلقة كبيرة من كل حاجة: بابريكا، بصل باودر، توم باودر، بهارات فراخ، وفلفل اسود، ونص معلقة صغيرة من بودرة الجنزبيل، ولو مش متوفرة عندك ممكن تستغني عنها. هقلب بقى البهارات كويس في المية، وكمان هنزل معلقة ونص صغيرة من الملح وهقلبها في المية، وبعد كده هنزل بالفراخ. هغطي الطبق بتاعي وهدخله التلاجة علشان هتبل الفراخ دي من بالليل. طبعا كل ما تقعد في التتبيلة دي كل ما هتاخدي منها طعم أحلى. تاني يوم بقى هبدأ أعمل الرز اللي هقدمه مع الفراخ، علشان على ما يستوي الرز أكون جهزت الفراخ. هنزل بمعلقة كبيرة من السمنة وشوية زيت. أول بقى ما السمنة تسيح والزيت يسخن كويس هنزل ببصلاية صغيرة متقطعة مكعبات وهقلبها لحد ما تدبل بالشكل ده، وبعد كده هنزل عليها بفصين من الثوم وهقلب لحد ما أشم ريحة الثوم. بعد كده هنزل بمكعبين من مرقة الدجاج وهقلبهم لحد ما يدوبوا خالص مع البصل. هنزل بنص كوباية من الكاتشب وهقلب. بعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من الكاري، معلقة صغيرة من التوم البودر والبصل البودر والكركم. هقلب التوابل كده لحد ما تدوب خالص واشم ريحتها، وبعد كده هنزل بأربع كوبايات من الرز مغسولين كويس لكن مش هنقعهم، وهفضل أقلب الرز كده لحد ما يتغلف كويس بالخلطة الحلوة اللي احنا عاملينها. هنزل عليه بمية مغلية يدوبك بس أغطي الرز حاجة بسيطة، لو احتاجنا مية أثناء التسوية هنبقى نزود. هسيب بقى الرز لحد ما يشرب ميته، بعد كده هنقله على شياطة الرز وهسيبه لحد ما يستوي، وهبدأ بقى ان انا اطلع الفراخ من التلاجة علشان نبدأ نشتغل فيها. هجيب طبق غويط وهنزل فيه بكوباية من الدقيق، معلقة كبيرة من النشا، والتوابل بتاعتنا نفس التوابل اللي حطيناها في التتبيلة بتاعة الفراخ ولكن بمقدار معلقة صغيرة. هنزل بعد كده عليها بمية فترة من الحنفية عادي جدا. نزلت بمقدار تقريبا نص كوباية، ولكن هنزل عليها بالتدريج علشان العجينة متخفش مني، بس انا عايزة العجينة تكون سايلة علشان الكفر بتاع الفراخ ما يبقاش تقيل ومعجن. خلاص هسيب بقى الطبق ده على جنب وهنخش في الطبق التاني، وكمان نراعي ان الاطباق بتاعتنا تكون غويطة وهقول لكم ليه دلوقتي. هنزل بيه كوبايتين من الدقيق، عليهم معلقتين كبار من النشا، هنزود بس عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر. البيكنج باودر هيدي قرمشة للطبقة الخارجية بتاعة الفراخ، ومش هزود اي حاجة تانية. هاخد قطع الفراخ وهديها طبقة خفيفة كده من الدقيق، وبعد كده هنفضها من الدقيق واشيل اي زوايد، وبعد كده هنزل بيها في العجينة وغطسها كويس في العجينة، وبعد كده اشيلها وبرضو اسيبها تنزل كل الزوايد بتاعة العجين، وبعد كده ارجعها تاني في طبق الدقيق، وهفضل بقى اقلبها بايديا كده من غير ما المسها خالص. هفضل احركها كده من تحت لفوق كذا مرة ورا بعض لحد ما الاقيها اتغلفت تماما بالدقيق وخدت الشكل ده اللي هيخلي الفراخ مقرمشة معايا لما تتحط في الزيت. هكرر نفس الخطوات في كل كمية الفراخ، ولكن انا جنبي طاسة زيت غزير سخن. اول ما اخلص قطعتين الفراخ بتوعي هنزلهم في الزيت على طول، يعني مش هعمل الكمية كلها مرة واحدة، لا هعمل اتنين مع بعض. واول ما الزيت يسخن هنزل بالفراخ. اول ما انزل الفراخ في الزيت هتكون النار بتاعتي عالية
بعد كده هغطي الطاسة بغطا علشان أكتم البخار والفراخ تستوي كويس من جوه. وبعد ما الفراخ تفضل على نار عالية تقريبا 3 دقايق ولا حاجة، بعد كده هوطي النار وهخليها لنار فوق المتوسطة، وهتاخد معايا قطعتين الفراخ في التسوية تقريبا من 12 ل 15 دقيقة، وهتبقى طالعة معايا باللون الذهبي والمقرمش بالشكل ده. أنا خلصت كل كمية الفراخ بنفس الخطوات ونفس الطريقة، وكده بقت معايا وجبة فرايد تشيكن متكاملة، والرز بتاعي تمام استوى وطعمه في منتهى الجمال. قدمت معاها كمان بطاطس محمرة وسلطة التومية، وسبق وعملنا سلطة التومية مع بعض. هسيب لكم لينك الفيديو تحت في الكومنتس عشان لو حابين ان انتوا ترجعوا. بصوا بقى الفراخ مستوية من جوه مفيهاش اي تكتلات من الدم، وبيضة وزي الفل، وكمان التتبيلة طعمها حلو قوي والفراخ مقرمشة. وطبعا الوجبة دي عايزة كوباية حاجة ساقعة كده تهضم. وبس كده، اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.